هتصدق لو قلت لك ان احنا عندنا مدينه في مصر اسمها باريس؟ لا مش دي، حاجة تاني، حاجة أحسن طبعا من بتاعة فرنسا. والله هو بص، مدينة باريس دي في محافظة الوادي الجديد اللي هي محافظتي، بس عمري ما رحتها ولا مرة، وديني بزورها معاكم لأول مرة. كوباية القهوة بتاعتك كده وركز معايا في الفيديو ده وسيب لي نفسك خالص. لو أنت ما تعرفش بس فين محافظة الوادي الجديد، فمحافظة الوادي الجديد أكبر محافظة في مصر. عارف إن في كلام كتير أول مرة هتسمعه في الفيديو ده. الوادي الجديد دي بقى يا سيدي من ضمن ال 27 محافظة اللي في مصر، وبنمثل تلت مساحة مصر لو أنت مش عارف، ومشهورين بالبلد. تعالى بس بينا نعرف كده إيه سبب تسمية مدينة باريس بالاسم. أنا سألت كتير هناك وفي كذا حكاية بتحكي إن يعتبر اشهر مكان سياحي هناك في باريس معبد دوش، وكان هناك بيتعبد فيه الاله ايزيس، وبعد كده اتحرفت الكلمه علشان تبقى باريس، بس هي ملهاش علاقه بباريس فرنسا خالص يعني عشان الناس تبقى فاهمه. باريس زمان كانت نقطه هامه اللي هي بتربط السودان بمصر عن طريق ضرب الاربعين اللي كان بيوصل البضائع والحاجات لحي الجماليه في القاهره. قبل ما نخش في بدايه الفلوج بتاعنا بقى والضحك والهزار، هكلمك بس عن حته كده موجوده عندهم في باريس، حرفيا حاجه مش واخده حقها ولا شهرتها خالص. مكان اسمه الهضبه. الهضبه دي بقى هم بيسموها كده، وفي الاساس هي اسمها قريه حسن فتحي، ودي مكان اتبنى على مساحه 18 فدان من المهندس الكبير حسن فتحي طبعا، والمفروض يتبنى عشان في ناس يسكن فيه ويبقى فيه معيشه وكده، بس حاليا يعتبر بقي مدينه من الاشباح، هيبقى فيها فيديو مخصوص للمكان ده. بس انا ساكن بقى في عاصمه الوادي الجديد وهي الخرج، بينه وبين باريس 90 كيلو بالظبط. خلينا بقى نبدا معاكم اليوم بالفطار الجميل اللي فطرناه، الناس اللي زي العسل اللي هتشوفوهم في الفيديو ده. بصوا بقى يا باشا كده، احنا ماشيين في شوارع باريس لغايه ما نوصل البيت اللي احنا معزومين فيه. هقضي يوم معاكم كامل كده في الشوارع الجميله دي، وهنروح ملعب الكوره بقى وهنلف شويه حلوين في المكان، عايزين نشوف بقى ايه الاستكشافات دي. واليوم ده ما يحسبش عشان لازم ان احنا نيجي من بدايه اليوم كده عشان نصور لكم اغلب الاماكن، لان في اماكن ما ينفعش تروحها غير بالنهار. رحنا بقى لقينا في الشوارع زي ما انتم شايفين كده، دي المفروض ان هي عفشه عريس وعروسه، وكان اجواء حرفيا تحفه. احنا بصوا كنا قاعدين كده مبسوطين جدا، ودي الناس اهل الكرم اللي كنا عندهم في باريس. كان نفسي اصور لكم والله الفطار اللي احنا كلناه، بس من حلاوته ما لحقتش اعمل اي حاجه غير ان انا اكل وبس. اتحركنا بس كده شويه بالعربيه نشوف الدنيا ماشيه على ايه جوه باريس. استاذ احمد طبعا بشكره جدا ان هو كان معانا في اليوم ده، ما سابناش خالص. احنا هنا كده بقى اتحركنا على الكافيه اللي بيقعدوا فيه، اجواء رمضان بقى والضمنه والحركات الجميله اللي هتشوفوها. حبيبي عديلي حبيبي يا باشا. وانتم طيبين والله على النبي يا عم، الصلاة على النبي. والله مبسوط معاكم قوي والقهوه بتاعتكم حلوه خالص اقسم بالله. اهم حاجه ده 5 كده رقم 5 دي. نورتنا في البلد والله. حبيبي نور عليك حبيبي، ربنا يستر عليك. ربنا يخليك. 9 كوبايات كده حاسبهم لك انا. طبعا انا اول حاجه بقيم عليها المكان القهوه، والقهوه كانت جميله الصراحه، حاجه بيرفكت. اتحركنا بقى على ملعب الكره اللي هناك، وكان في دوره رمضانيه، وكان نفسي انزل العب معاهم والله، بس خساره ما كانش معايا فريق. مندمج انت. خلينا نتخرج نشوف الدنيا. شوف على كده يا استاذ عمر، تتوقع انهي فريق اللي يكسب؟ انا فريق يكسب؟ اه الاثنين هيكسبوا. اهو بيلعبوا اهو. رجاله بردانه. بص الكوره بره، تلت ساعه وهتيجي الكوره، كل ماتش خلص، يلا نروح. شايف كده؟ اتوقع ان فريق يكسب. اكيد ده عدم دي اللي في اليمن ولا في باريس؟ لا اللي بحر باريس. ادينا اهو في باريس يا جدعان، وعلى الممشى اللي زي في الخارجه بالظبط كده، مفيش حد. لا فعلا مفيش حد، صح. انا اخرت اللي اسمع كلامك. يا استاذ عمر جبنا حكيتك كوره ومشينا يا باشا، هنا انت نورت شوارع باريس والله العظيم بجد والله. منوره باهلها وناسها. مخبي الناس فين يا حسن؟ ايدي نمرت من قله السلام يا عم. طب يلا نروح. والله يلا نروح. اتضح لي بقى ان الناس هناك في البرد ما بيطلعوش قوي يعني، واخيرا لقينا الشباب الجميله دي ووقفوا مخصوص عشان يشوفونا واحنا معديين كده، والحمد لله ان احنا شفنا حد والله العظيم في الشارع اخيرا يا رجاله. احنا كده ماشيين ورا رجاله تاني. الناس فين طيب؟ تصورني؟ اكيد طبعا يا احمد، ده انت اول واحد. وعدى بس يا عم ناس باريس، وكل سنه وكل شعب باريس بخير وطيبين ان شاء الله. هتودينا في حته بقى بس ولا لا؟ يلا بينا. كل سنه وكل الرجاله اللي زي العسل اللي ظهرت معانا دي بخير. تصورنا الصورتين الجمال كده، ولسه في احداث هتظهر كده، كمل معايا للاخر. اطلع قبل ما ادخل بوزي. وريني. اتحركنا بقى على ممشى باريس السياحي اللي هو ما شفناش فيه اي حد خالص غيرنا. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله باريس، وان شاء الله تتعوض في فيديو تاني باذن الله، الاقي ناس اكتر من كده ان شاء الله. حاضر.
القائم كان استاذ احمد ريحان. انا سعدت جدا بالاستاذ عمرو والله حبيبي يا والله، استاذ احمد ونفسي يقعد معايا اكتر من كده، لكن كده ان شاء الله. حبيبي. ربنا يسلمك حبيبي حبيبي. ازيك يا ميورة؟ يوم كان جميل والله وياخد 10 من 10، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لكل الناس اللي كانت معانا في الفيديو ده، وشكر خاص للأستاذ أحمد جدا. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، ولينا زيارة تانية إن شاء الله. سلام.